في مجتمعنا المصري ظهرت وانتشرت مصطلحات كتير وجديدة، زي مثلا ده زي اخويا او دي زي اختي. فهل المصطلحات دي صح وينفع انها تكون موجودة في مجتمعنا المصري فعلا؟ السلام عليكم، اهلا بيك صديقي في فيديو جديد. انا عبد الرحمن احمد من قناه لايت اوف داركنس نور الضلمه، وجاي اكلمك ان شاء الله في الفيديو الجديد ده عن موضوع مهم وخطير جدا وموجود تقريبا في كل بيت في مجتمعنا المصري. والموضوع ده هو صحوبيه الولاد والبنات. والموضوع ده الحقيقه من اكتر الموضوعات اللي عليها كلام كتير واثار الجدل كده بين الشباب في المجتمع المصري كله. في ناس بتشوف انه عادي ان مثلا بنت تمشي مع ولد غريب عنها، والولد كمان يشوف ان الموضوع ده عادي انه يمشي مع بنت طالما هي سمحت له كده. عشان كده هتكلم عن كام نقطة مهمين جدا، وان شاء الله دول اللي هيحسموا الموضوع وهيجيبوه يعني من الاخر. اول حاجة وهتكلم عنها وهي ليه بيحصل اصلا صحوبية بين الولد والبنت او بين البنت والولد. ربنا سبحانه وتعالى خلق الولد للبنت عشان يحميها ويحافظ عليها ويكون سند وعون ليها في الدنيا دي، ونفس الكلام طبعا بينطبق على البنت للولد انها تكون عون ليه وسند ليه في الدنيا دي. يعني الولد والبنت مخلوقين لبعض، وده طبعا شيء بديهي جدا يعني. فبيبدا الولد مثلا انه يحس بشعور غريب كده ناحيه بنت معينه، مثلا بنت دي تكون معاه مثلا في الدرس او في التمرين او في المدرسه، ونفس الكلام ينطبق على البنت، تبدا هي كمان تحس بالشعور الغريب ده. والشعور الغريب المتبادل ما بين الطرفين بيبدا انه يتغير ويكبر ويتطور، يكبر ويتطور عن طريق مثلا ضحكه من هنا او نظره من هنا او كلمه من هنا، وتلاقي الموضوع بعد كده واحده واحده لحد ما الموضوع ما بينهم بعد كده يبقى عادي. وتلاقي مثلا ان الولد بقى البيست فريند بتاعه بنت، وتلاقي مثلا ان البنت كمان بيحصل معاها نفس الكلام ده، بيحصل معاها العكس ويبقى البيست فريند بتاعها ولد. احساس ان الولد محتاج للبنت او ان البنت محتاجه للولد ده شيء عادي واسبابه كتيره جدا. واسهل طريقه فعلا عشان يحصل صحوبيه وكلام ما بينهم بيكون لما البنت مثلا تسمح الولد الغريب عنها انه يكلمها ويقرب منها ويمشي معاها. الاب والام كمان بيساعدوا جدا في المشكله دي، لان تربيتهم لبنتهم او تربيتهم لابنهم بتكون مش صح، وبتكون كمان غير سويه نفسيا، لانهم مش بيكلموهم او يفهموهم ويعرفوهم كده ان الموضوع ده اصلا غلط وحرام. وده اللي هوضحه ان شاء الله في اخر الفيديو، واقول ليه هو حرام، وكمان من الاسباب المهمه اللي بتحصل عشان يتصاحبوا، واللي كمان بتقلب على حب بعدها. وده اكيد يعني لازم هتقلب على حب، يعني لازم هتقلب على حب. وهو ان الطرفين بيبقوا عايزين يعيشوا قصة حب زي اللي بيشوفوها مثلا كده في الافلام والمسلسلات، قصة حب كده تبدأ من صغرهم، وبيبقوا عايزين القصة دي تكبر وتحلى وتبقى احلى قصة حب في الدنيا، وكمان لما يكبروا يتجوزوا. وتاني حاجة هتكلم عنها وهي امتى بيحتاجوا يبقوا صحاب. يعني امتى الولد بيحتاج انه يتعرف على بنت او انه يصاحب بنت غريبة عليه، او بنت بتحتاج امتى انها تتصاحب او تتعرف على ولد غريب عليها. وهنا اقصد على مرحله سنيه معينه، وهي فتره المراهقه اللي بتكون ما بين سن ال 14 ل 18 او ما بين ال 14 ل 19 تقريبا. ودي المرحله اللي بيبدا فيها الطرفين كده ان هم يحسوا بان هم في حاجه ناقصاهم او ان في حاجه هم محتاجينها. ودي من اهم واخطر واصعب المراحل السنيه، لان فيها بتبني افكار كتيره للمراهقين. ممكن الافكار اللي عنده دي تبقى غلط ويعملها برضه عادي لانه مش مدرك قدرتها بعدين. واكيد زي ما في افكار غلط عنده اكيد بيجيله افكار ايجابيه ومفيده ليه. عشان كده مهم جدا ان يكون في حد كبير وفاهم وواعي للدنيا بشكل صحيح ان يكون مثلا مع البنت والولد فتره المراهقه دي. مهم ان الاب والام يقعدوا كده ويتكلموا مع ابنهم وبنتهم ويعرفوهم ايه الصح من الغلط، ويعرفوهم ايه الحلال من الحرام. لان في فتره المراهقه دي سواء بقى الولد او البنت بيبداوا ان هم يدخلوا في مرحله كده، وهي مرحله اسمها الهروب الذاتي. وهروب ذاتي من اسمها كده يعني بتوضح ان المراهق بيكون في الفتره دي سواء بقى طبعا الولد يعني او البنت زي ما قلت بيبداوا ان هم يفكروا في حاجات جديده، بيبقوا عايزين يعملوا حاجات اكبر من سنهم، يعني يقلدوا حاجات، يعملوا حاجات بتحصل حواليهم، يحسوهم كده ان هم خلاص بدأوا يكبروا وبدأوا ان هم يفهموا ويبقوا واعيين الدنيا. والحاجات دي زي ما قلت بتبقى حاجات جديده عليهم، هما بيكتشفوا فيها نفسهم وبيشوفوا اذا كان فعلا هيقدروا يعملوا حاجه زي كده ولا لا. ولو قدروا مثلا ان هما يقلدوا على حاجه غلط
بيفتخروا بيها وبيحسوا كده ان هم كبروا خلاص وبيبقوا قادرين ان هم يعملوا اي حاجه، رغم ان هم مش عارفين خطورتها بعدين. بمناسبه يعني انا دخلت في موضوع المراهقه، فانا عملت فيديو مخصوص للموضوع ده واتكلمت عليه في القناه عندي، ممكن انت تدخل القناه وتشوفه. وكمان فتره المراهقه دي بيبدا المراهق كده ان هو يخش على مرحله خطر جدا، وهي اسمها التمرد السلبي. والتمرد السلبي كده من اسمه بيوضح قد ايه ان المراهق في الفتره دي بيكون انه مش عايز حد يقول له كلمه تضايقه، او حد انه يفرض عليه حاجه، او حد يحط له حدود في حياته، او حد انه يملى عليه اوامر مثلا هو مبقاش عايز يعملها، وبيبقى عايز انه يخرج كده ويعبر عن نفسه. فبتبدا طبعا تحصل منه تصرفات وحاجات كتيره غلط، اللي حواليه بيبدا ان هم يلاحظوها، سواء مثلا الاب او الام او الاخ او الاخت طبعا الكبار بيبدا ان هم يلاحظوها عليه. طيب ايه هو بقى راي الدين الاسلامي في الموضوع ده، في موضوع صحوبيه الولاد والبنات؟ مبدئيا يعني وقبل ما اقول اي حاجه، لو انت واحد او انت واحده ما بتعترفوش بالدين ولا بتعترفوا بكلام الدين ولا ليكوا دين من الاساس، فالكلام الجاي ده كله مش هيكون على هواكم، لان الدين الاسلامي دين ما فيهوش هزار وما فيهوش اوبن مايند يعني، او في اي مصطلحات ممكن انها تحلل الموضوع ده. طبعا صحوبيه الولاد والبنات حرام وغلط جدا على الاتنين، لانهم هيتاذوا نفسيا جامد جدا، وهيحصل لهم بقى مشاكل وحوارات كتيره جدا هما في غنى عنها اصلا، وكمان هيحصل لهم حوارات ومشاكل ملهاش اي لازمه اصلا انها تحصل في حياتهم. وده اللي الدين الاسلامي حذرنا منه، وحط لنا كده حدود نمشي عليها وقواعد نلتزم بيها في حياتنا عشان نعيش بافضل طريقه واحسن طريقه ممكنه. الدين الاسلامي دين هدفه الاحترام المتبادل ما بين الطرفين، حتى لو هما مثلا بينهم درس او مدرسه او تمرين، يبقى التعامل ما بينهم داخل الحدود دي، وميبقاش في حاجه خارج الاطار ده خارج ما بينهم يعني، ويبقى كل التعامل ما بينهم يبقى في حدود الاحترام وبس. يعني الولد مش مسموح له انه يقرب من بنت غريبه ليه وتبقى بيست فريند ليه يعني، او ان البنت تقرب مثلا من ولد غريب وتكلمه لحد ما يبقى بيست فريند ليها، لان المصطلحات اللي زي كده بيبقى مقصود بيها حاجات غلط طبعا، وبتحصل تصرفات غلط وكلام كتير وحوارات كتير طبعا بتحصل ما بينهم غلط. فلو انت صديقي تعرف بنت غريبه عليك وليك كلام معاها، او انت تعرفي ولد غريب عليكي وكمان بتتكلمي معاه على طول، لازم يبقى التعامل بينكم في حدود الاحترام فقط، في حدود الاحترام فقط، ما يبقاش في حاجه بره عن كده، لانكم هتخرجوا بره الاطار ده، بره الاحترام، فانتوا هتتأذوا جدا نفسيا وهتتأذوا جدا في حياتكم. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن المشكله دي، ايه هو بقى الحل بتاع المشكله؟ الحل بسيط جدا، وهو تربيه الاب والام لابنهم او بنتهم مثلا المراهق اللي معاهم في البيت. لازم تكون تربيه صحيحه مبنيه على الدين الاسلامي، ويعرفوهم كده الدين قال ايه وما قالش ايه عشان يلتزموا بيه. كمان لازم الاب والام يقفلوا عليهم شويه، يحافظوا عليهم ويحموهم كده من اي حاجه غلط ممكن ان هم يعملوها، ويقعدوا كده مع ابنهم او بنتهم المراهقين يعني، ويتكلموا معاهم ويسمعوهم ويعرفوا كده هم عايزين ايه هم مش عايزين ايه. وبعد ما يفضفضوا كده مع ابوهم او امهم، يبدا بقى هنا دور الاب والام في ان هم يوجهوا وينصحوا ابنهم وبنتهم المراهقين للصح، ويعرفوهم هنا بقى ايه الصح من الغلط. والاهم من كل ده هو البيئه المحيطه اللي بتاثر بيها الولد والبنت، لانهم طبعا بيكونوا في مرحله المراهقه. البيئه اللي بتاثر عليهم من صغرهم وبيكبروا كده سنه ورا سنه، وبيبقوا عايزين ان هم مثلا يقلدوا اي حد اكبر منهم عشان يحسوا كده من جواهم ان هم خلاص كبروا وقادرين ان هم يعملوا اي حاجه. وهنا برضو دور الاب والام في ان هم لازم يحافظوا على ابنهم او بنتهم من الحوارات والكلام ده كله. فلو انت او انت في مرحله المراهقه، خلي بالكم من نفسكم كويس جدا، لان اي حاجه بتعملوها في الفتره دي ممكن تاثر على نفسيتكم بشكل كبير جدا وتاذيكم، وكمان تفضل معلمه معاكم لحد ما تموتوا. كمان تقدروا تسالوا مثلا اي حد كبير كده عندكم وبتثقوا فيه، وتقولوا له مثلا عن الافكار اللي انتوا بتعملوها، وهو ينصحكم طبعا ويعرفكم ايه الصح من الغلط. انما انت صديقي لو عندك مثلا اخ او اخت صغيره، دورك هنا بقى انك تقعد كده وتتكلم معاه وتفهمه وتعرفه الدنيا وتفهمه كده ايه الصح من الغلط، وايه الحاجات اللي المفروض يعملها وايه الحاجات اللي المفروض يبعد عنها. وطبعا اكبر دور اتكلمت عليه كتير في الفيديو ده، وهو دور الاب والام في ان هم ازاي يقدروا ان هم يحلوا المشكله دي، وازاي ان هم يحافظوا ويحموا ابنهم او بنتهم المراهقين في الفتره دي. وده كله موجود معانا في فيديو النهارده. ما تنساش بقى لو انت بتشوف من قناه اليوتيوب انك تشترك كده في القناه
وتتفاعل كده وتقول لي رايك مع الفيديو، وتقول لي لو استفدت حاجه منه. وكمان لو انت بتشوفني من صفحتي على الفيسبوك تعمل كده فولو للصفحه وتبدا انك تتفاعل مع الفيديو وتقول لي رايك في التعليقات تحت. وبس يا صديقي، اشوفك ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. سلام.